صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو. حبيت النهارده اشارككم باكله خفيفه واكل شعبي مصري يعني. اول حاجه طبعا الشكشوكه هنبدا بيها. قطعت الثوم شرايح، وبعد كده شوحته في الزيت، ولما خد لون رحت نازله عليه بطماطم متقشره ومتقطعه ومتصفيه من الميه. وبعد كده نزلت عليه بشويه فلفل رومي، يعني قد 2 مثلا. ماشي، وهفضل اقلب فيهم كده لغايه ما الطماطم تنزل ميتها، وبعد كده الميه بتاعتها كلها تتبخر يعني. ماشي. دلوقتي الميه نزلت اهي، هسيبها بقى لغايه ما الميه تتبخر خالص، وبعد كده هبدا بقى ان انا احط البيض علشان ميه الطماطم ما تعملش يعني ما تلسلسش كده مع البيض. تمام. ف سوري طبعا ان انا بجيب بيض في الغلا ده، بس يعني ولادي حابين دلوقتي، انا بقالي شهر ونص مش بجيب، بس ولادي مش ساكتين عايزين شكشوكه يعني. فدلوقتي حطيت ملح، وهحط كمون وفلفل اسود، طبعا على حسب الرغبة، في ناس بتحط توابل تانية او ناس ما بتحبش تحط غير الملح، فدي برضو على حسب ما حضراتكم تحبوا. دلوقتي بقى هقلبهم، وبرضو هسيب المية دي تتبخر خالص. طبعا انا سايباها براحتها يعني، مش مستعجلة عليهم. كده بقى هبدأ اضيف البيض. تمام. وانا كده حطيته، دي اول مرة ما قلبتهوش، هبدأ بقى ان أنا اقلبه مرة. تمام. ولما يخش في السوا اقلبه مرة كمان وبس، ما بقلبوش كتير عشان خاطر ما يتفتفتش، يعني يطلع حتى ايه، يعني يطلع حتت كبيرة ما يطلعش متفتفت كله. تمام. كده دي تاني مرة اقلبه، وخلاص كده اتشرب كله. تمام. هرجع لكم بقى على الفول. عملت الفول طبعا ببصلة وطماطم وفلفل رومي، وحطيت عليه خل وليمونتين او ليمونة كبيرة. دلوقتي برضو المش، جبت مكعب مش او جبنة قديمة وطحينة وخيار وطماطم وفلفل حار وزيت. هقلبهم مع بعض دلوقتي. تمام. هدمجهم مع بعض كويس، وهفتفت اللي هي الحتت الكبيرة بتاعت الجبنة دي بالشكل ده كده. طبعا ده طبق مصري اصيل يعني، وده ينفع اوي في الاكل الشعبي، انا بحبه اوي مع الاكل الشعبي اللي انا بعمله. بس وكده بقى مقطعه خيار وجزر في طبق، وادي الفول بعد ما عملته عصرت عليه برضو على وشه ليمون تاني عشان انا بحب الليمون. دي الشكشوكه ناشفه خالص وحلوه، انا بحبها كده. ودي بطاطس انا كنت مقشراها ومقطعاها قبل الفيديو عشان ما تاخدش من وقت الفيديو يعني كتير. طبعا كلنا عارفين بنحمر البطاطس ازاي. بس حبيت بقى اشارككم باكله خفيفه كده ولذيذه. بتتعمل طبعا في اخر الشهر، وكلنا عارفين ده الكلام ده كويس. لو انتوا عجبكم الفيديو يا ريت تدعموا قناتي بلايك، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولو في اي حاجه تاني او اي، انا بقرا كل التعليقات، بقرا كل الكومنتات. وحابين يعني اشارككم باكلات تانية، اكلات مصرية، حابين مثلا حاجات معينة. احنا مع بعض يعني وانا عناية ليكم برضو. بس فمش عايزة اطول عليكم الفيديو، اشوفكم بألف خير، باي.